السلام عليكم ومرحبا بكم معي فيديو جديد على قناة مطبخ ملكة. نتمنى تكونوا كاملين في تمام الصحة والعافية. كيف ما عودتكم وصفاتي دائما اقتصادية وناجحة وبسيطة، مكوناتها سهلة، يعني أي وحدة تقدر تجربها. فاليوم جيتكم بهذه الغريبة هذه دوات أتاي، مقاديرها اللي هي متناول الجميع، وكتجي شكلا ولا مذاقا زوينة 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 بزاف. فخليكم معايا تشوفوا المقادير ديالها والطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. وعلى بركه الله نبداو الوصفه ديالنا. غادي نحتاجوا واحد الرابعه ديال الزبده انا استعملت هنا المارغرين، كما يمكن لكم تقدروا تستعملوا الزبده من اصل حيواني. رابعه ديال الزبده، زدت عليها كاس ديال السكر سنيده وقبيصه ديال الملحه، واحد ساشي ديال السكر فاني باش نسموا الغريبه ديالنا، وعندي هنا كاس معامرش يعني ديال الزيت. صافي وكنخدموا هذيك الزبده ديالنا هكا مع السكر والزيت وهذاك الفاني مزيان. تقدروا هاد المرحله ديروا هاد المكونات كامله في الهاشوار، يعني كتسهل عليكم الخدمه ودغيا كتخدم لكم الزبده. فانا غادي نخدمهم غير بيدي بهذا الشكل هكا حتى غادي نتحصلوا على واحد القوام، يعني ديك الزبده كتذوب وكتنسجم مع هذاك السكر والزيت. صافي كتولي ما كيبقاوش فيها هذوك الطريفات. صافي من بعد ما خدمت هذيك الزبده مزيان كيف ما كتشوفوا كنتحصلوا على واحد القوام اللي يكون ملس، كتولي لنا بحال شكل كريمه، بحال هذا الشكل هكا كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هكا. صافي هنا بعد ما خدمتها مزيان في هذيك القصريه غير بيدي هكا، غادي نزيد عليها رابعه ديال الكاوكاو. كاوكاو من طبيعه الحال محمر ومهرمش هكا رقيق. تقدروا تستعملوا اللوز، انا درت غير زبده مارغرين داكشي باش درت الكاوكاو. فاذا درتو اللوز خاصكم ديروا هذا الزبده ديال العبار، زبده من اصل حيواني. صافي كنبقاو نزيدو الدقيق هنا بشويه بشويه مع جوج اكياس ديال الخميره ديال الحلويات، وحنا كنجمعوا العجينه ديالنا حتى كنتحصلوا على القوام ديال العجينه يكون متماسك. المهم الدقيق كنزيدو بالتدريج غير بشويه بشويه. انا في الاخير غادي نقول لكم شحال خدات ليا ديال الدقيق. صافي كنزيدو الدقيق بالتدريج وحنا كنجمعوا العجينه ديالنا، يعني كندلكوها، يعني كندخروا مزيان داك الدقيق، ماشي غير كنديروا لها الجمعه ديال الصابلي. يعني كنخدموا يعني براحتنا، كنبقاو ندخلوا الدقيق وحنا كندلكوا ديك العجينه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا في الفيديو. صافي هنا في المجموع تقريبا خدات ليا واحد 600 غرام. وكيف ما كنقول دائما فالدقيق كيبقى حسب، يعني حسب الخليط كتزيدوه غير بشويه. المهم نتوما كتعبروا واحد 600 ولا 650 غرام وكتحطوا وحدكم، كتبقاو تزيدوا بشويه بشويه حتى كتجمع لكم العجينه، وكيكون هذا هو القوام ديالها. كيف ما شفتوا عجينه يعني مجموعه كتشكل لنا هكا غريبه. صافي غريبه راه يعني كتكون شويه ما تكونش قاصحه بزاف. كتشوفوا القوام كيف داير. صافي هنايا غادي ناخذ هذيك العجينه ديالي. هنا كنوريكم القوام اللي تحصلنا عليه، ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، يعني كتكون لينه شويه. صافي هنا كنجيبوا السكر كلاصي سبيسيال فاش غادي نفندوا الغريبه ديالنا. فإذا ما كانش السكر كلاصي سبيسيال تقدروا تستعملوا غير السكر العادي، ولكن نزيدوا عليه شويه ديال النشا فهو كيولي بحال هذا اللي كيكون سبيسيال. صافي هنا كنبداو نكوروا الغريبه ديالنا بالحجم اللي بغيتو. انا درتهم شويه كبارين. كتكوروا وكديروا في هذاك السكر كلاصي. المهم حتى كتكور واحد الكميه اللي تكون معقوله، هذيك الساعه كتبقاو تفندوها مزيان في السكر وتحطوا في الطاوله اللي غادي تدخل الفران. المهم انا كنبقى نكور هكا العجينه كما قلت لكم. الحجم ديال الغريبه كيبقى حسب الذوق ديالكم، بغيتوها صغيره بغيتوها كبيره. انا درتها حجم شويه كبير، كتجي زوينه في النظره ديالها وكتجي المنظر ديالها كيجي احسن من الغريبه الصغيره. المهم كنت نتوما حسب يعني الذوق ديالكم، كتبغوا الغريبه صغيره ديروها صغيره، بغيتوها متوسطه المهم الحجم اللي بغيتو كديروا فيه الغريبه ديالكم. صافي هنايا من بعد ما كندير واحد الكميه يعني في داك السكر كلاصي، من بعد كنبقى ندخل فيها داك السكر، كنكورها مزيان في داك السكر كلاصي ونديرها في الطاوله اللي غادي تدخل الفران. كيف ما كتشوفوا هنا راني كنحاول نفندهم في السكر كلاصي، وكناخذوا كل غريبه يعني بوحدها وكنديروها بين يدينا وكنبقاو نهزوا السكر كلاصي نحطوا عليها. المهم حتى كتلبس لينا مزيان بهذاك السكر كلاصي كيف ما كتشوفوا معايا. صافي وكنضغطوا عليها وكنحطوها. صافي نفس الشيء بالنسبه للكرات الاخرين اللي وجدت، يعني غنبقى نستمر على هذه الكيفيه هذه حتى غادي نكمل الكميه ديال العجين اللي عندي كامله.
صافي كنضغطوا عليها نديروها الشكل ديال الغريبه ونحطوها. هاد الغريبه هادي راه كتجي هشيشه، يعني كتذوب في اليد قبل الفم. كيف ما شفتوا راه ما فيهاش مكونات اللي كثيره، ولكن راها كتجي بنينه بزاف. هنا صافي من بعد ما ساليت يعني كورت العجينه ديالي كامله، درتها في الطاوه، وغادي ندير ليها هنايا لوزه من يعني التزيين ديالها هكا من الوسط ديال كل غريبه. صافي بهذا الشكل هكا. كما كتبان لكم هنا الغريبه راها كتشقق، يعني باقا خضره قبل ما تمشي للفران. صافي كنحاولوا نديروا هذوك اللوزات نثبتوهم في الوسط مزيان. صافي وهنا كما كيبان لكم هنا راني مفرشه الغريبه ديالي ورق ديال الطبخ قبل، فما كنتش دايرها فيه حتى تفكرت بان الغريبه غادي تلصق لنا فيها السكر كلاصي، عاود حولتهم لطاوه اخرى وكنت مفرشه لها ورق الطبخ. وهذا كيكون هو الشكل ديال الغريبه ديالنا. من بعد ما كطيب كتشوفوا الشكل ديالها كيجي، كتجي زوينه بزاف، مشقه كامله، وكتجي محمره وكتجي زوينه في الشكل ديالها والمذاق ديالها ولا اروع. كيف ما شفتوا انا درتها معكم بالكاوكاو، تقدروا ديروها باللوز كتجي احسن من طبيعه الحال، ومع الزبده ديال العبار حتى هي كتجي زوينه بزاف. فانا درتها اليوم بمقادير اللي هي اقتصاديه، يعني غير زبده مارغرين والكاوكاو، ولكن راه كتجي بنينه بزاف، واخا غير بالكاوكاو وهاد الزبده كتجي اكثر من رائعه. كيف ما شفتوا هذا هو الشكل ديال الغريبه ديالنا بعد ما خرجتها من الفران. يعني من الطريقه ديال الطياب ديالها راه ساهله، يعني كتشعلوا عليها من الفوق حتى كتشقق لكم بحال الطياب تقريبا ديال البهله. كتشعلوا عليها من الفوق وعاد ملي كتشقق كديروا ليها يعني كديروا لها عافيه تحت منها. صافي هنا كنقطع معكم وحيده، كتشوفوا الهشاشه ديالها راه كتذوب كيف ما شفتوا. وصافي هنا درتها في التبسيط هذا، وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا. فعلا غريبه كتستحق التجربه، انا متاكده الا جربتوها غادي تعتمدوها. ومقادير اللي هي بسيطه واقتصاديه، وكتخرج ما شاء الله كميه كثيره. هاد المقادير اللي عطيتكم راه كتخرج كميه كبيره من هاد الغريبه هادي، يعني حتى اللي بغات تجربها اول مره يعني تقدر ديروا غير نص ديال المقادير راه كتخرج كميه ما شاء الله. يعني غير النصف ديال هاد يعني نص رابعه ديال الزبده راه تخرج لكم اكثر كميه كبيره. صافي بهكذا نكونوا وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى يعجبكم هذا الاقتراح هذا، وكيف ما العاده اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. والسلام عليكم والى فيديو قادم بحول الله.